شكرا يا ريس. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا مش عايزين فلوس يا ريس، مش عايزين من حد اي حاجة، عايزين نشوف اللي قتلونا وقتلوا ابنائنا يعدموا، عايزين محاكمة حقيقية يا ريس. مجلس الشعب ده شكرا. تفضل بالحديث. تفضل ريس. احنا بنخاطب الشعب المصري كله، بنخاطب كل الالوف وكل العقول. احنا عايزين نعمل دولة دستورية حقيقية. المحاكمة لغاية دلوقتي محاكمة هزلية، لغاية دلوقتي الاوراق مش موصولة. انا عايز اسأل سؤال، اللي ضرب ابني ده معروف ولا مش معروف؟ اللي ضرب ابني على كوبري قصر النيل والفيديو موجود والناس كانت بتصلي والتفتيش موجود والاسماء موجودة. ليه؟ مين مسؤول عن حرق الاسماء وما توصلش للنيابة؟ مين الوزير اللي كان موجود في هذا الوقت والى الان لم يقدم الى المحاكمة؟ مين اللي خلى الاوراق عند النيابة ضعيفة؟ مين؟ يا معالي الوزير، يا معالي الرئيس، الان يحاكم اللحظة دي في محاكمة هناك. احنا مش عايزين يتحاكموا بالاسلوب ده، احنا عايزين محاكمة سياسية، محاكمة سياسية. الاوراق والمستندات اعدمت واهدرت، ولو ترك الوضع للمحاكمة ربما ياخدوا هم التعويض، ربما هم اللي يطلبوا تعويض. احنا عايزين يا ريس عايزين مجلس الشعب ده ضمير الامة، ضمير الشعب كله. انا هحكي لك حاجة في عيد الصغير. اشتقت بعد صلاة الفجر وصلاة العيد لابن فوق في المنى، اشتقت ليه فحاولت اكلمه. تذكرت اخواننا واسر الشهداء لما يشتاقوا لاخوان لعيالهم يعملوا ايه؟ يعملوا ايه يا ريس؟ الالم اللي جوانا مش قليل، الالم اللي جوايا مش قليل، الالم اللي جوا كل اب شهيد وام شهيده مش قليل. لازم نربط على قلوبهم، لازم نعمل حاجة تشفي صدورهم يا ريس. القضية مش قضية فلوس، انا بقول لك دلوقتي ولا مليم جالنا بالحكومة دي. مش هنبني مصاب، الحكومة دي ما دفعتليش ولا مليم واحد، ولا مليم واحد، ومش عايز حاجة. وبعلن لكم دلوقتي، مش عايز فلوس، مش عايز فلوس، انا عايز قصاص، عايز قصاص. يا ريس خليه يسترسل يا ريس، انا هقول لك حاجة يا ريس. اسمعوا دكتور يا ريس. العلاج اللي موجود اللي بندعي ان ده علاج ما هوش علاج. انا جربت العلاج هنا وجربت العلاج في المانيا. انا عايز اقول لحضرتك ابني لما سافر في طيارة ب9 كراسي لان كان ما يقدرش يتحرك. لما راح المانيا عالجوه قدر يقف على رجليه. لما راح لألمانيا راح بحاجة غلط بقدر ربنا ان التأشيرة بتاعته حطوا صورة اخوه انس مكانه على التأشيرة. السفارة غلطت، اتقلبت الدنيا في ألمانيا لان واحد داخل السفارة
بتأشيرة غلط. النتيجة ايه؟ وزير الصحة الألماني، وزير الداخلية الألماني، وزير الخارجية الألماني، الثلاثة سمحوا له بالدخول. لو كانت في مصر ما كانش دخل، ما كانش دخل. ومش يدخل وبس، وعالجوه على حسابهم، وعالجوه على حسابهم. انا مش بتكلم عن مصعب ده، انا بتكلم عن كل الشهداء وكل المصابين. انا مش ابو مصعب بس، انا ابو كل شهيد وابو كل مصاب. انا ابوه وانا اخوه وانا مسؤول عنه امام ربنا. وعاهدت الناس وعاهدت ربي ان لازم حقهم يجي. بقول للقاضي اللي هيحكموا النهارده والدفاع، بقول لهم اسمعونا، اسمعوا الشعب المصري. لو لم تأتي الحقوق بالقانون سيهدر القانون، ونحن لا نريد إهدار القانون. نحن نريد دولة دستورية. فنطلب أن مجلس الشعب بلجنة تقصي الحقائق تصدر أحكام سياسية، تصدر أحكام سياسية على هؤلاء. يا ريس، لغاية دلوقتي العيد بقى لنا سنة فين الحكم؟ بطء العدل ظلم، بطء العدل ظلم. ليه؟ ابن لغاية دلوقتي تتخيلوا، انا هقول بس قصته حتة صغيرة، مش عشانه، عشان المصابين اللي مش عارفين يسافروا، عشان يروح يتعالج على نفقة الدولة. وزير الصحة الاسبق اشرف حاتم قال لي هاتوا واحنا نقدم له علاج. لما شاف الالمان بيعالجوه نعالجه على نفقة الدولة. قدمت الطلب، قالوا له هاتوا نكشف عليه هنا ثم يسافر. نعم، اكشف عليه، اجيبه من المانيا عشان اكشف عليه هنا وصفره المانيا تاني؟ مش عايز منك حاجة يا حكومة، ربنا اغنى منكم كلكم. ولما احرجه المجلس العسكري اصدر قرار وقال علاج مصعب على نفقة الدولة، على نفقة المجلس العسكري. ما دفعش مليم، المسؤول عن الصندوق ما دفعش مليم. احنا بنتكلم دلوقتي يا ريس، اللي احنا عايزينه لجنة تقصي حقائق سريعة حضرتك تحددها، واطلب من اخواننا ان اكون فيها. مش عشان ابني، لا، انا بتكلم عن حقوق كل الشهداء وكل المصابين. بس خلوني فيها، بس ترجاكم ان اكون عضو في هذه اللجنة تقصي الحقائق. مطلوب لجنة تقصي الحقائق تشمل التحقيق الجنائي اللي موجود، تشمل الوضع اللي موجود كله، لان الى الان توجد اسماء لم تدرك في المحاكم. الان المتهمين الان، يعني انا متخيل اللي ضرب ابنه وضرب غيرهم دلوقتي اترقى وبقى راجل، يمكن يبقى قريب من الوزير، قاعد يترقى واحنا ساكتين. لو استمر هذا الوضع مفيش اصلاح لمصر. عشان نصلح مصر لازم دم الشهداء يرجع، لازم دم المصابين يرجع. لازم نحس بالكلام ده يا ريس. وبناء شكرا، اتفضل. وبناء عليه يا ريس، ضمير الامه عند حضرتك، ضمير الامه عندنا كلنا، دم الشهداء في رقبتنا كلنا. لجنة تقصي الحقائق تبقى اسرع من كده. اي احد يقصر، علينا ان ناتي بحق هؤلاء الشهداء وهؤلاء المصابين. لا نطلب الدية ولا نطلب اموال ولا نطلب اي مليم، ولكن نطلب حقوق حقيقية. ليه؟ عشان ما يجيش بعد 30 سنة واحد يقول قتلت الشعب المصري وما جراليش حاجة. مش عايز اجي بعد 30 سنة واحد يقول اصبت الشعب المصري وقعدت اتعالج على حساب الشعب المصري في احسن المكان واحسن الاماكن. مطلوب ان حسني مبارك
يتحط في السجن. مطلوب حسني مبارك يتحط في السجن، يتحط في السجن ولا يعود الى مستشفى، يعاد في مستشفى السجن مثله مثل كل الناس. ده اللي احنا عايزينه يا ريس. عايزين الشعب المصري يحس ان امبارح اول امبارح غير النهارده. بقاله نوابه بيعبروا عن شعوره. عايزين هؤلاء اللي بيدخلوا وبيعملوا كأنها تمثيلية بيمثلوا فيلم، لا، شكرا دكتور أكرم. يعرفوا ان الشعب المصري حي وهو حي ولازم حقوق ابنائنا تيجي. وشكرا سيادة الرئيس. شكرا دكتور أكرم.